فينيسيوس علاش صورتي مع القرش؟ واخا خليو القرش من بعد، خليونا دابا نطلزوا. انا قلت لكم صافي نساو الموضوع ديال المغاربه، نساو. راه عييت ما نهضر البارح، ما فهمت والو، ما استوعبت والو صافي. ولكن ماشي مشكله ابن عمي، انت تستحق نجاوبك. خلي حتى الاخر ونهضروا في هذا الموضوع صافي. دابا غادي نشوفوا المواضيع اللي كتقصحوا وكيستاهل. هذا هو اللي خصو يدار في التيك توك ابن عمي، فهمت؟ المواضيع اللي يعني اللي مهمه. الموضوع نتاع فينيسيوس لاعب برازيلي من اشهر اللاعبين البرازيليين ومن اشهر اللاعبين في العالم ديال ريال مدريد وما ريال مدريد. بعد رونالدو اللي عنده مشاريع في مراكش وكيجي لمراكش هو والمدام والجلالي. دابا جا البارحه بن عمي فينيسيوس، جاو البارحه هذه يومين ولا 3 ايام جا فينيسيوس. وبطبيعه الحال فينيسيوس الحضور ديالو في مراكش ماشي لاول مره، ديما حاضر في مراكش. ماشي هو هذا الموضوع، رغم ان هذا موضوع في الحقيقه. انا واحد اللاعب سميتو فينيسيوس كيجي وكيبوستي وكيدير ستوريات وكي في الانستغرام في الحسابات نتاعتو، وعنده متابعين. كتعرفوا كره القدم ابن عمي دابا علاش هو كيستان مقعورين؟ علاش راهم ياكلوا المسامس؟ انا نقول لك علاش. اللي فاهمين الخطوره ديال الامر. كلكم تتذكرون الدور الذي لعبه رونالدو في واحد النهار حيد واحد القرعه نتاع مناضله، دار لها بحال هكا، والتاثير ديال داك الجره اللي دار على كوكاكولا في الاسهم. يعني ان الاسهم نتاع داك الشركه نتاع كوكاكولا هوت في يعني بعد ساعات من تلك اللقطه. والتاثير ديال واحد كيكون وازن اللي الاشهارات عنده كدار بملايير الدولارات، ملايير ماشي الدولارات، ملايين الدولارات. رونالدو ابن عمي ما كيديرش الاشهار ب 100 مليون سنتيم مغربيه ولا بمليار، يعني بمليون دولار، لا. رونالدو او ميسي او فينيسيوس او لاعبين اخرين من كبار اللاعبين العالميين كيديروا اشهارات ب 10 ديال المليون دولار، 20 المليون دولار، 30 مليون دولار باش كيدير الاشهار نتاع بيك ولا نتاع جيليت ولا نتاع كوكا ولا نتاع بيبسي ولا فهمنا، باش تعرف القوه نتاع التاثير ديالو. لان هذه الشركه اللي غتعطيه 10 مليار دولار راه ماشي شايفين عليها الفلوس. انا كنشرح بالخشيبات، انا عارف الاخوان الاغلبيه عارفين، المغاربه ديالنا تبارك الله وصل النبي اغلبهم عارفين، ولكن كاين منهم كيستان لان الناس ما عندهمش الثقافه نتاع الاشهار والثقافه نتاع الصوره، ليماج نتاع البلاد، ليماج نتاع شي حاجه. نو ils n'ont pas cette culture. Donc je vais expliciter tout cela. اسمع ابن عمي، هاد الشركات اللي عندها هاد الفلوس هادي 10 المليار 10 المليون دولار ما شيطاش عليها، يعني عطيها وغادي تربح من موراه مزيان. فاذا ملي كنقولوا فينيسيوس جا لمراكش دار اشهار مجاني، هل منح سنتيما واحدا؟ لا. فينيسيوس جا لمراكش علاش؟ لانها مدينه اللي كتعجب المشاهير واللاعبين وكذا وكذا، مدينه تاريخيه تراثيه، مدينه ديال مدينه عندها روح. كاين واحد ليسبري، كاين واحد لام، كاين كما لام ابن عمي، الروح. باش تكون عندك مدينه تاريخ وفيها عبق نتاع التاريخ وفيها روح، ما كتولي هي تخدم عليك ماشي انت تخدم عليها. ميت الفاس، الشاون. اسمح لي ابن عمي ما غاديش نجاوبك، ما عرفتش شكون. يعني كاينه مدن وكاينه. انا بالنسبه لي مثلا كاين جوج مدن اللي انا كنت على سعيده برنوس، جوج مدن اللي غير كنركب عليها كنرتاح واحد الراحه اللي ما تقدرش تصورها: الحسيمه والشاون. السلام امازيغيه، مرحبا بنت عمي. الحسيمه والشاون كان على راسي سبحان الله. الحسيمه غير كنركب على اجدير صافي كنولي انسان واحد اخر. دونك ما يحدث مع روابط تقدر تكون الحسيمه يعني البلاد راك عارف، ولكن كاين اللي ماشي ولد الحسيمه وكتعجبو الحسيمه وكيرتاح في الحسيمه. نفس الشيء بالنسبه لباقي المدن، كل واحد عنده مكان جوج ثلاثه المدن. هاد مراكش سبحان الله دايره هاد الخدمه هادي. جا فينيسيوس ما علينا واش قدم شي خدمات لمراكش ولا المغرب؟ طبعا لا، خدمات يعني كبيره. ليماج اللي كان كيلعب عليها المغرب بمؤسساته هي كتعطي نتيجه. ما بقيتيش محتاج دير برنامج للترويج السياحي، ما بقاش محتاج سميتو عليه. اجي تحيه الجزائر، اجي تحياتي الجزائر، اجي سير بحالك، سير يلا سير باش ما نسبكش. ما بغيتش نسب وما بغيتش. ايوا اسينسيو جا، اني بالله اذا ابن عمي جا اليوم اسينسيو، هاي لطيفه كتاكد الخبر.
بعد مجيء فينيسيوس جاء اسينسيو. بيني وبينكم انا اسينسيو ما كنعرفوش، السميه انا كنسمع غير اسينسيو، ولكن الناس ماشي كاع بحالي. اسينسيو كاميليانور، مرحبا بنت عمي. البارح بوب 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 سبيسيال دكتور مغير شويه دكتورين مليح تجي تمني غتفاقش مليح بلاتي نحيدو هادشي تاع التحديات. رفيوزي. اسينسيو وزوجته ايضا مشي اخي، بقى غير يجي مبابي مع رونالدو يجي قابل شويه داك المشاريع عنده عاود يجي اسطوريات صافي. اذا ها هي السياحه في المغرب خدامه بلا ما تصرف عليها، بلا ما دير برنامج ديال دعم اليوتيوبرز كما داروا في الجزائريين. الجزائريين مساكن كيقولوا لهم حنا دايرين حنا ما عندناش السياحه، حنا الفيزا ديالنا صعيبه، وهما كيقلبوا على اليوتيوبرز المصريين والاردنيين كيعطيو لهم الفلوس وياكلوهم ويشربوهم باش يديروا لهم السياحه. شكون غيجي عندك؟ وملي غيجي ملي قال لهم داك السياسي الجزائري ملي غيجيو فين غيحطوا رزقهم؟ فين هما الطواليطات العموميه؟ فين؟ ما علينا. دابا كملوها وجملوها، قالوا لي داروا واحد المدير ديال الامن المطارات تما، واحد داك مديوني داك مقلش الودنين، ما عرفوش خبر صحيح ولا ماشي صحيح، هذاك اللي هدد المغرب والارهاب ضد المغرب وكذا، داك بومزور مقلش الودنين هذاك قال لك داروا المدير ديال الامن المطارات. الدولة يا الدولة، واه يا الدولة، اقسم بالله العلي العظيم الى الدولة. واش الدولة اللي تجي مقلش الودنين تعطيه مدير امن المطارات وتجيب بونيف للبرلمان؟ صاحبي واش هذه دولة؟ واش هذه دولة عباد الله؟ ها العار ما قولوا لي واش هذه دولة؟ مصطفى بونيف ولا كيدخل البرلمان وكيتلاقى مع كوجيل وداروا له التكريمه بن عمي، عطاو له تما شي كادو تما، ما شي طابليط ولا شي تليفون ولا شي بلاطون تاع المقروط ولا بلاطون تاع قلب اللوز. هذاك راه ساهل، هذاك عطيه قلب اللوز يسب لك المغرب ونيجيريا والنيجر ومالي، عطيه قلب اللوز مسكين ولا عطيه شي. ها كارثه صاحبي كارثه. ما علينا. اذا فينيسيوس بن عمي البارح واحد البلاطو في الجزائر فتحوه خصيصا كينتقدوا فينيسيوس البارح ولا البارح. انا كنشوف ذاك الفيديو ما فهمت والو، وكيقولوا له بان فينيسيوس لاعب منفعل ولاعب سبب المشاكل لريال مدريد، وعلى اداره ريال مدريد ان تتخذ في حقه قرارات عقابيه، وفينيسيوس لاعب غير منضبط. وفينيسيوس كنقول هادو مالهو؟ لا مفبرك اسي سعد، كيفاش مفبرك؟ فينيسيوس صاحبي شكون؟ بلايلي هو اللي كان كيضرب اللعابه تما في مدريد. ما علينا. الصفحات الجزائريه بن عمي فسجت في المرتبه الرابعه ضمن قائمه احسن 10 وجهات ثقافيه في العالم. شتي بنت عمي، ايوا خصك ديري شي مشروع تما، ديري شي مشروع لطيفه، ديري شي مشروع، استغلي، ديري شي حاجه. دابا انت مع الشعر مع الثقافه مع فاس مع الروح نتاع فاس وكذا، ديري تما شي بروجي. المهم حتى من بعد نفكر في شي بروجي نتشاركوا انا وياك تما صافي. فيفانا مرحبا. امازيغيه غادي تصير راس المال حتى يدخل معنا، لان امازيغيه عندها الفلوس بزاف، لاباس عليها امازيغيه. الشيطان عندها تما واحد 100 مليون، انا غادي نجمع واحد 50 60 مليون، انت دبري لنا غير اللوكال تما، وغنديروا تما شي مطعم ثقافي ولا مقهى ثقافي، ونديروا داك الموسيقى الاطلس. وما عندي كتعجبك موسيقى الاطلس، نديروا تما الموسيقى نتاع الاطلس. وفيفانا راها بنت فاس، راها كاينه في الانجليز، هي اللي غادي. المهم نستغلوا داكشي ديال الماركتينغ اللي كتقرا تما في الانجليز وداكشي، واخا هي قاريه الكيمياء ولكن كتستغل الفرصه كتقرا حتى سميتو. ونديروا مقهى ثقافي روحي. اش بان لك؟ والسميه تكون بن عمي. انا ندخل معكم شريك غير بالسميه، لان الاسم ديالي غادي يكون فهمت. والاشهار وقتاش ما جيت تصوروني فهمت، وقتاش ما جيت عندكم صوروني، ها هو بن عمي جا، هو بن عمي دخل، ندير شويه ديال السطوريات ونتصور مع لي فان، والاشهار خدام وننجحوا المشروع. السيمو بوسطون حتى هو عاود الا بغى يدخل معنا، السيمو غيكون دار لاباس في المية. كان السيمو اسمه كتسويق تماما اختي امازيغيه، انا الاسم غير ديال بن عمي. بغيتو نزيدو داك اغ الفا داك بن عميغ نزيدوها، ما بغيتوش دنيا هانيه ماشي مشكل. المهم الفكره هي عندك لطيفه، شوفي مع السيمو ومع امازيغيه. نرجعوا للموضوع ابن عمي. اذا فينيسيوس دار القوق لشي ناس،
علاش يجي للمغرب. وبطبيعه الحال ملي كتقول مراكش وكتقول السياحه وكتقول الربح ديال الدوله والاشهار المجاني والناس اللي غادي تبغي تعرف وغتبغي تجي فين جا فينيسيوس، ورانا في 14 المليون، الرقم نتاع 14 المليون سائح، والعام الجاي غادي نكونوا سلام مجد مرحبا مرحبا مجد، وغادي نوليو في 16 مليون وفي 18 مليون سائح سنويا. ما غتجي مع كاس افريقيا ان شاء الله مع 26 مع هذه غنوليو في 18 20 مليون سائح سنويا. غادي نوصلوا 30 2030 غادي نوصلوا حتى الرقم ديال 30 مليون زائر سنويا. كنتكلموا على شي حاجه اخرى ابن عمي، الهروب ابن عمي. فهمنا؟ كنتكلموا على ما يرافق ذلك من صناعات ومن خدمات كتطور القطاعات، كتطور راس المال، كتطور الارباح، كتطور. اذا من دابا خصنا نفكروا في المشاريع ابن عمي. ماجده ها هي جات حتى هي غتفكر شي حاجه ديرها في كازا. الاخوان اللي عنده شي بلاصه اللي عنده ها هي السوم حتى هي. المهم كاع الاخوان اللي في الخارج عندهم الفلوس واللي لداخل عندهم الافكار، حيت دابا اللي في المغرب ما كيكونش عندهم الفلوس بزاف، كيكون عندهم غير الافكار. واللي في كندا والميريكان واوروبا وكذا ولا باس عليه عنده الفلوس. دخلوا مع الناس الافكار، غير يكونوا ناس ملاح عندكم مولين الافكار يديروا لكم التحرويش. ايوا ما تثقوش في الزربه، داكشي خصو يكون قانوني. ما علينا، نرجعوا للموضوع. انا كنهضر معكم دابا جديا. شفت ما يقبل عليه المغرب الان من هنا الفوق. والله العظيم الا خص الانسان اللي عنده داك الطموح ديال الاشتغال في هذا المجال ديال الخدمات ولا المجال تاع التجاره ولا خصو يبدا يفكر، يستغل هذا الشيء اللي جاي من دابا، يبدا يفكر وشنو يدير. ايوا بن عمي ديالي كما قلنا فينيسيوس مشى دار واحد الماتش في واحد مدرسه عموميه، لعب مع الاطفال مع شي تلام تما، دار الماتش، كاين الفلوس. ايوا تبارك الله، الله يرزقك، الله يزيد لك رزقك ان شاء الله. انا كتسالي لي غير السميه، نعطيك السميه وندخل معاك شريك 50%. ايوا 50% بالسميه، انا ندخلها بسميتي. نسيت، انا عندي سميه مهمه نسيت. انا كنت كنستنى خصني نجمع الفلوس، ما عندي ما نجمع. انا غندخل بسميه، اللي بغى يشري السميه تاع بن عمي انا هنا. وهذيك من عند والله نديرها شحال ما بقيت. هي الدكتوره ديك الجن حتى هي تفكر في الموضوع في الرباط. المهم كل واحد نحاولوا نديروا داك الشيء تاع اش كتسمى هذيك السميه اللي كتكون هنا وهنا، واش كتسمى؟ فريونديز؟ لا مارشونديز؟ لا فرونشيز. ياك كتسمى الفرونشيز؟ ياك فرونشيز صافي نديروا الفرونشيز. هذيك امازيغيه بني ملال، ديك الجن في الرباط، لطيفه في فاس، ماجده في كازا، كاميليا نور في كزنايل في تيزي وسلي. الفروع هذيك انا غنبيع لكم الفرونشيز وتعطيوني شحال؟ تعطيوني 10% من الارباح. صافي نتوما خدموا وربحوا، وبالعام للعام صيفطوا لي داك 10% نتاع السميه. المهم وتسالوا لي نجي ندير لكم الاشهار باطل. تعيطوا لي سي سعيد بغيناك النهار الفلاني تجي دير لنا تما شي خطه، شي لايف تما هادي طق ولا شي سميتو نجي. والسي سعيد راهم حالين عليك لايف عند خليل كيسبوك، راني تعصبت. لا ما تعصبش ما تعصبوش يا اخوان، ما تعصبوش، خليهم يسبوا، خليهم يسبوا، معليش. انا حنا عطيناهم نصائح، عطيناهم افكار. الروكان يدافعوا عنك بطبيعه الحال، غيدافع عن السقوط. علاش؟ لان الروكان ذكي كيعرف يلعب. ايوا والاخرين كيسبوا. شتي حنا الناس كنقريوهم، كنوريو لهم كيفاش يتعاملوا مع الامور باش ما يخسروش. هما باغيين يخسروا والاخرين يربحوا. اش غدير؟ لان الروكان ذكي وكتعطيه فين يمارس الذكاء ديالو. معليش هذا الموضوع هذا نقدر ما نهضرش فيه، نقدر نهضر فيه من بعد حتى الثاني تاع اللايف. دابا ولاد عمي بنات عمي غادي نمشيو الى السفارات نتاع الميريكان ونتاع اسبانيا ونتاع الانجليز، 3 نتاع الدول، ويمكن دولتين اخريين نسيت سميتها. الجزائر تعقدك؟ لا بن عمي لا. انا كنفيقك كنقول لك شوف البلاد اللي كتستقطب السياح والناس خدامه شغلها والامن والامان، وكتجي للدوله نتاعتك الجزائر القوه الضاربه، وكيجيو 5 نتاع الدول: اسبانيا، انجلترا، امريكا، كندا واستراليا. 5 نتاع الدول كيديروا منشورات تحذيريه
في مواقع التواصل الاجتماعي يحذرون الرعايا نتاعهم من جمهورية تندوف المستعمرة. كيقولوا لهم القضيه نتاع تندوف احذروا تندوف. شتي يا قزيع بنو كونزيع. انا بغيت نعرف دابا هذه الدوله هذه اللي خاسره الملايير ديال فلوس الشعب في الاسلحه والتسلح، وروسيا قال لهم هذاك خزناجي ذاك النهار قال لهم الا دارت الحرب مع المغرب غادي ندقدقوهم في اسبوع. هذا عطاه اسبوع، راه الاخر عطاهم غير 48 ساعه. واحد قال لهم 24 ساعه. وشنو قلنا؟ كاين غير بارطاجه من عمي. لا اله الا الله الخطر. قلنا بان هاد الدول هذه تحذر في دولة خسرت الملايير الممليرة على السلاح بذريعة حماية الجزائر. أخي العزيز، أريد أن أعتذر لك عما بدر مني من كلام ظالم في حقك وأبرئ ذمتي، أرجو تقبل اعتذاري وشكرا. المستبد، خي المستبد، مرحبا خويا. أنا ما وصلني والو وما وصلنيش الظلم ديالك والكلام ديالك صراحة. أنا والله ما سمعت ولا ما عقلتش ولا ما. مرحبا خويا، مرحبا. اعتذارك مقبول أخويا. واخا ما سمعتش وشنو قلتي. ما علينا. هاد الدولة هادي اللي ما قدراتش دير الأمان وكتجي 5 ديال السفارات وكدير نشرة تحذيرية للرعاية نتاعها في الجزائر. عرفتي على ضربة هذه للجزائر؟ ضربة قاضية. المشكلة أنه قال لك دايرين تما شي رالي. ضربة قاضية. أولا علاش قاضية؟ واسمع، أولا لأن هذه الدولة هذه ما قداتش تحمي الأرض نتاعها وتوفر الأمن لولاد بلادها والباقي سميتو المواطنين او باقي التوريست السائحين او البعثات الدبلوماسيه ديال الناس اللي كاينين في الجزائر. ما قدوش والو. ثانيا رالي. نعم اخي كريم، نعم رالي. تحياتي كريمه غارس، الله يحفظك الحبيب، مرحبا بك الله، مرحبا. الرالي، علاش الرالي جات معاه هذه القضيه نتاع هذه الرساله او الرسائل التحذيريه؟ عمليات ارهابيه. يعني يا ابن عمي الوطن ديالك اللي سميتو الجزائر، ها هي 5 الدول كتبين للعالم بأنه ليس وطنا آمنا بداعي تواجد ديال الجماعات الإرهابية. فاش من منطقة؟ في المنطقة اللي عاطيين للبوليزاريو. يعني أن البوليزاريو الآن صارت عبئا على الجدر ديال التواصل ديال الجدر بوكم. أخي سعيد، القطرة نتاع القهوة تبت معنا سعيد، تبت. هاد القهوة والو، خصني نبدل هاد مول القهوة اللي كنجيب من عنده القهوة. لا، غادي ندير ماكينة القهوة هنا، غندير ماكينة القهوة ديالي وما كاين غير العمق، كاين غير الأفكار المجهدة. الوليدة ديالي من بعد ونهضر معاك. الوليدة ديالي اعتذر الوليدة، باقي لي واحد 4 ساعات ونصلي اللايف ونهضر معاك الوليدة، الله يرضي عليك. هذا خطير جدا. ملي كنقولوا بان الارهاب كاين في تندوف، معناه ان هذا البوليزاريو صار عبئا عليكم كاملين، والارهاب راه تما، وبغيتي ولا كرهتي مقرون بالتواجد نتاع البوليزاريو.
تكلم على الدراجه الناريه. اللي شفروا له مسكين الموتور، غيلقاو له داك الموتور، غيلقاو، لان الا ما لقاولوش الموتور ديالو غتمشي تسمى السمعه ديال الاوساخ ديال الجزائر غتزيد توسخ، غتزيد توسخ السمعه. اش نقول لك، هاد الناس هادو راه غاديين كيوسخوا في بلادهم، اش غدير؟ دونك غادي يقلبوا عليه وغيجيبوه واخا من تحت، غيلقى داك عقلوا على هضرتي، داك الموتور غيلقاوه. دابا كلشي المخابرات الجزائر، كلشي الجيش ديالهم، كلشي غادي يقلب على هذا الموتور هذا، والا غادي يزيدوا يرسخوا الصوره نتاع الشفره وعدم الاستقرار وعدم الامن والامان. رغم انه زعما ما كاينش امل، انا كنقول لكم راه ما كاينش امل في هذه البلاد هذه، ما كاينش امل، ما كاينش. انا ملي شفت بونيف كيدخل البرلمان وكيتعطى له الكادو فقط لانه كيسب المغرب وكيسب المغاربه وكيسب الشرف المغربي والسمعه ديال المغاربه والدوله المغربيه والشعب المغربي، صافي غسلت يدينا هذيك الدوله، صافي. يعني الدوله ديال العصابات، الدوله حاكمينهم العرايه كما كيقولوا الجزائريين، الرباعه نتاع العرايه، عصابات كتحكم في ذاك البلاد. والاكيد انه غادي يوقعوا وانفلاتات بيناتهم اولا، وانفلاتات اخرى غادي تجي من برا، وانفلاتات بفعل داك الشيء اللي غرسوه في تندوف، والدليل هو داك الشيء. لا جاوب الوالده الاول، لا الوالده غادي تسولني، غادي نفتح معها نقاش، فهمت، خصها شي شروحات غنشرح لها شي حويجات، دونك ما غاديش تجي مع اللايف، ماشي غادي ترضي عليا فقط، فهمت. البارح ابن عمي وقعت واحد المناسبه داله جدا في اطار الرصد نتاعنا لمستقبل العلاقات الفرنسيه المغربيه، وهو ما تحدثت عنه سابقا في اطار الاستشراف. دابا وليت انا اكثر من خزناجي، غندلع عليكم العشره. كنت قلت لكم سابقا، وخلوني لا هذه عاد كانت متوقعه، كاع اي واحد كما كان. حنا عارفين بان الدوله نتاعنا في سياق السياسات ديالها والتزيار اللي كدير مع بعض من الدول كتخرج رابحه دائما، هذا امر معروف. درناها مع الالمان ربحنا، درناها مع اسبانيول ربحنا، ماشي بحال شي وحدين داروها مع فرنسا، ردوا السفير جوج مرات بلا هريط اليوم. ردوا السفير مساكن هكذا، السفير رجع. دابا الغضبه بالهيلله، وهذا وقد اعلنت وزاره الخارجيه الجزائريه للجمهوريه الشعبيه الديمقراطيه انها قد سحبت سفيرها من فرنسا، وذلك للتعبير عن رايها الصارم بخصوص تجاوزات لا يقبل بها النيف الجزائري. وإننا إذ نعلن سحب السفير فإننا ننتظر رد الفعل المناسب من طرف فرنسا حتى تذهب علاقاتنا المتفركشة إلى أبعد الحدود. ويجي كادر 31 ويجي بونيف ويجي هذاك الاعلامي كرسوس ولا كرشوش ويجي خزناجي ويجي بعجاجي وتجي صوفيا باللامان يجيو ويفتحوا اللايفات. النفط الجزائر اجدق، ماناش كيف حنا فرنسا، لا فرنسا نقطعوا الدابر نتاع فرنسا. بعدها بشهرين او 3 أشهر كيمشي السفير وكيدير سيلفي من مقر سفارتي، انا استأنف عملي من جديد، بحال شي واحد طردوه عطاو له مجلس تأديبي فيه 6 شهور، موظف في شي شركه ولا في شي اداره، ومن بعد دخلت النقابات كدا ردوه وكدا، وهادو فرحان باستئناف العمل. ما كاين لا بيان لا بلاغ، لانه وبعد المشاورات تبين ان عددا من النقاط التي كانت محط خلاف قد صارت قد وضعت على مائدة المفاوضات، وتوصلنا بخصوصها إلى عدد من الحلول. يرجع هكذا ونقشط. دارها المرة الأولى قلنا معليش، دارها المرة الثانية هذه مع فرنسا، مع اسبانيا نفس الشيء. مع اسبانيا عاود رجع مسكين هذاك قال لك وفي اسبانيا وقد قاطعناها مقاطعة تجارية جعلت اسبانيا ترضخ وستركع، سيركع الاسبان.
لا حول ولا قوة إلا بالله. صدقات اسبانيا ما ركعات، ما تنازلات، ما غيرت من المواقف نتاعها، وعاد السفير الى اسبانيا. واخ المهم، المغرب كما قلت لكم ماشي مساله ديال استشراف ولا مساله ديال توقعات ديال سعيده برنوس ولا شي واحد محلل، لا. هي شوف التجارب كتعطيك بانه المغرب في كل معاركه الدبلوماسيه ديال الشد عليا نقطع عليك ديما كيخرج رابح. بطبيعه الحال ماشي ذاك المنطق ديال حنايا شواكر، لا. مصطفى ابو الهيثم رجعت صاحبه دابا كيقول لي راجل الزين، هاد القروش نساخط، هاد القروش نساخط، عاجبهم الحال دابا كل تضامن. انا جاي لكم، انا جاي لكم القروش، انا جاي لكم المستغلين، انا جاي لكم، انا جايكم بلاتي. اذا قلنا ماشي في اطار التشوكير زعما حنا المغرب واعرين، لا، في اطار رابح رابح. انا راك عندي واحد العدد نتاع الملاحظات في السياسه نتاعك تجاه المغرب والمصالح نتاع المغرب، كنسجلها، كنقطع، كنخلي لك الوقت، سير ضرب دوره. شتي ديك خلينا كيكون تايق من المنتوج نتاعو، كتقول له نقصني نقصني، كيقول لك لا، سير فين ما بغيتي، اذا لقيتي احسن من هذا ديه. هكاك تحليل يا جدك، هذا التحليل قيوعي، فهمتي؟ هكذا كيدير المغرب، سير ابن عمي، سير جري طوالك. شتي القضيه ديال حنا اللي ربينا شويه ديال، ربينا النعاج، ربينا شويه، شنو ربينا انا في الدار ديالي، شنو ربينا ربات الوالده؟ النعاج، الحواله، الدجاج، الارانب. لا، الحمار ما كانش عندنا، كان عند جدي البغل، وكان عنده الكيضار، العود. المهم انا خرجت نرعى، الغنم. ملي كتبغي ترعى غير مع الدار، كتبغي غير مع الدار، اش كدير؟ كدير الحبل طويل، كدير الحبل طويل للغنمه اولا المعزه، ولا كدير الحبل طويل. علاش؟ باش كياخذ راحته، تلقلو في الحبل، كنقولوا يا خويا صغون. هذا تعبير معروف في المغرب، في الريف بالخصوص، في الريف، خويا صغون. كنقولوا حتى لبن شي واحد هكذا في اطار التربيه نتاع الاولاد، ولا كتطلق له، كتخليه يدير كذا، ومن بعد كتجر. وهكذا دار المغرب في السياسه نتاعته، يا خويا صبصوني فرنسا، يا خويا سير اوليمان، يا خويا اسبانيا. جيت 5 شهور 6 شهور 7 شهور، اكمين تقصد درك قضيت راني نام، تسمى بوط حموق تقصد، حمايد تقصد، من بعد نجبد صون دني صافي، زيد غنجبد صون دني، هو راه حضرك اني الساعه عجزنا عزيز، راه انا مهوض. فبالامس في اطار التصريحات نتاع وزير الخارجيه الفرنسي اللي قالها هذه واحد اسبوع ولا 10 ايام، انا كنت قلت انها تصريحات يعني اللي ضري الرمادي في العيون. انا شخصيا قلت انها تصريحات ديال ذاك الواجب الدبلوماسي، ولكن جا السفير نتاع فرنسا في المغرب قال تصريحات اخرى اكثر، يعني مستوى، على مستوى التصريحات اللي قال والمضمون نتاعها اكثر قوه من التصريحات نتاع وزير الخارجيه. هذا وزير الخارجيه الفرنسي راه كان في البرلمان الفرنسي، واللي هو هاجم المغرب في مناسبتين، وهجوم يعني مخيب على المغرب، ومن الاسباب اللي خلات المغرب يعني يدخل في ذاك القطيعه الدبلوماسيه، القطيعه مع فرنسا. البارحه ابن عمي سمو الاميرات الاخوات نتاع سا ماجيستي مشاو لفرنسا عند بريجيت ماكرون، عرضات عليهم تما العشاء يمكن ياك، المهم عشاء ولا غدا، المهم عرضت عليهم بريجيت ماكرون. هذه الزياره هذه تم الاعلان عنها سواء من الجهه الفرنسيه او من الجهه المغربيه. اتاي العشاء الغداء، المهم كلاو شي حاجه، وفي هذيك الجلسه نتاع القص تم النقاش. هذا النوع نتاع الدبلوماسيه ديال النساء راكم عارفين، كتكون دبلوماسيه اللي كتفرش ما هو رسمي اللي غيجي من بعد، يعني حسب القراءه نتاعتي كاينه امور كبيره جايه في المستقبل ديال العلاقات الفرنسيه المغربيه. راه ما يمكنش انت كدوله عندك صراع مع دوله وتوصل لواحد المستوى ديال القطيعه وديال الشنآن معها، ياك، ومن بعد
غادي تغامر بواحد اللقاء بحال هذا اذا ما كانش عنده اهداف كبيره بين الدولتين. ما يمكنش. يعني في القراءه العقليه ديال هذا النوع نتاع المبادرات ما تقدرش تغامر كرئيس دوله، سواء من جهتنا حنايا سا ماجيستي اللي عطى الاوامر لخواتاتو يمشيو يمثلوا يعني يمثلوا هو يعني كصاحب الجلاله، وهي اللي تمثل ماكرون الرئيس نتاع فرنسا الزوج نتاعها في هذه الجلسه هذه اللي اكيد غادي يكون تم فيها تطرق لعدد من المواضيع ذات العلاقه كبيره. هذا مستوى كبير عالي جدا، راه ماشي مساله ديال وزير خارجي مع وزير خارجيه. فهمتوني بغيت نقول لكم الامر يعني اكبر بكثير من ان يكون يعني تحضيرا عاديا. العلاقات اللي تقدر تكون من بعد ترجع بطريقه او باخرى بشكل عادي وبريد. لا، انا اعتقد انه بزاف الحوايج غادي تكون كبيره جدا جايه من مور هذا اللقاء ديال البارح. هذا توقعي، واتمنى وان تكونوا معي ايضا محقين في هذا التوقع هذا. وفعلا انا ذاك غادي نشهدوا يعني بعد اول حاجه الا بغيتي تعرف هذاك اللقاء ديال البارح واش قوي ولا ماشي قوي، استناو ردود الافعال ديال اوكستان. انا كنقول لكم مره اخرى بلا ما تحمقوا راسكم زعما معنا حنا، زعما المغرب واش وزاره ديالنا واش كذا واش لا غتعرفوه واش ماشي ناجح، راه ناجح 100%. كنقول لك تعرفوه واش يعني مؤثر، يعني غيكون عنده اثر. استناو ردود الافعال تاع اوكستان في هذا الاسبوع هذا وغادي يبان لكم. راه كيما وقع مع اسبانيا. انا باش عرفت بان اسبانيا رضخت لواحد العدد نتاع الشروط المغربيه، لان شنو قال لي عقلي انا واحد الوقت قلت يمكن المغرب كيزيد فيه في اطار السياسه، راك عارف بوريطه باغي يبان وزير واعر، فهمت، والمغاربه باغيين يبانوا واعرين زعما في اطار الذاتيه. يعني كتقول لا خصك تكون موضوعي. ولكن انا فين عرفت بانه يعني اسبانيا تم يعني عرفتها من ردود الافعال الجزائر. من اللي عرفت الجزائريين مقصحين مكوانسيين جمعوا السفير قطعوا العلاقات، عرفت بان الرضوخ اللي دارته اسبانيا للمغرب كان رضوخا مدويا. اذا مره اخرى الاخوان بغيتوا تعرفوا شي حاجه واش قويه ولا ما قوياش، شوفوا ردود الافعال تاع اوكستان. القرارات نتاع مجلس الامن يبدا تعرف بان القرار في صالح المغرب. ما تسمعش المنار السليمي وسعيد ابرنوس، فهمت، وتسمع المفتاح ناعم وتسمع الصنايبي لا حاول تقدر تقول مغاربه كيعجبهم المغرب ديالهم داك النفس ديال تا مغربيت. لا بغيتي تعرف في القرار مجلس الامن واش في صالح المغرب ولا لا، شوف ردود الافعال في هوكستان. الا بان لك هوكستان توجعوا عرفها بن عمي بان في صالح المغرب. شفتي هوكستان فرحانين عرف بان داك الشيء ماشي في صالح المغرب. شوف ما تسمعوا لا الابرنوس لا السليمي لا الصنايبي لا حتى شي واحد، شوفوا غير هوكستان وقلبوا الميزان وغيبان لكم الشغل. وحمدناك يا ربي وشكرناك. ها الوجع ما جايهم ما في الوجع، غادي له كيتوجعوا من وجع لوجع. مره بالتوان، مره ثلاثه، مره اربعه، بحال النعاج بحال القناين غادي كتوجع، غادي وكتحط. صافي الاخوان، دابا قريبين الساعه راه 7، خصني نمشي نشوف الولد نريكيبيري الولد نتاعي راه كيلعب الكيك بوكسينغ. راني موجد لكم هذوك اللي كيسبوني وكيعايروني. انا موجد لكم واحد البطل عنده 6 سنين 7 سنين. انا ما غنضربكمش دابا حتى تكبروا تشرفوا نتوما، وغنصيفط لكم الولد عنده 20 سنه وغادي ينتقم لباه. راه شفتكم في شي لايفات كتسبوا وكتعايروا، داكشي اللي قلناه البارح بحال ما وقعش. ها واخا غنهضر مع واحد السيد بعدا نسبق به، ديما كازا اسمعني نقول لك، اقسم لك بالله، وهاد الهضره خصها توصل لك ديما كازا، اقسم بالله العلي العظيم وتعاود تجبد لي مي ولا با، اقسم بالله ما نفلتك، وإلا ما فلتكش بالقانون ما غنفلتكش بحاجه اخرى. عندك يتسحب لك داك الطبنديط ديالك ديال التيك توك غادي يلعب مع سعيد برنوس. نقسم لك بالله حتى نبدل جميع ما في وسعي، هي حتى نشرشمك. وباش ما بغيتي كنهضر مع ديما كازا، وصلوا له هاد الهضره هادي، اقسم بالله العلي العظيم وتعاود تجبد لي والديه، هي ما نفلتك. عندك تسحب لك دوك الناس اللي غادي يخافوا. راني في المغرب، وإلا كنت انت في المغرب والله ما تفلت، وإلا كنت برا نقسم لك بالله ما تفلت. انت ما عارفش الوفاء، نقسم بالله حتى نخسر مال جوفي نجي لك الخارج ونرفع عليك دعوه تما.
وإلا ما ديتهاش بالقانون تما غنديها بحوايج اخرين. ماشي غادي نجي نفتح لايف وغادي نبدا ندير عليك هنا كاكاكاك. انا ماشي من داك الناس اللي غادي نجي نبقى نبلبل لك هنايا. ها هذه ديما كازا وصلوها الله يرحم لكم الوالدين والاخوان اللي معاه، الا بغاو له الخير وبغاو الخير راسهم يبعدوا الوالديه. انتقدوا ابرنوس، انتقدوا كي بغيتوا، قربوا لي الاسره ديالي، نقسم لكم بالله ايماني معاكم غنديها بالقانون وغنساليها باخر حاجه. ما علينا. هذه واحد. جوج، دوك الروايات داك المسلسلات ديال ابرنوس متفق مع القرش غيدير هادي، ابرنوس ما متفق مع القرش، ما غيدير دي ما غيدير دي، ما غيتصالح مع حد، ما غيطلع عند حد، ما غيطلع عنده حد. فهمنا؟ ابرنوس غيدير اللايف ديالو شحال هادي اتخذت القرار ما يطلع معايا حد في الكيست، شحال هادي، لانني عارف غنوصل لهاد المواصل هادي باش ما ديروش القراءات المرضيه تاعتكم. سمعت؟ ابرنوس ما قال لكم تصالحوا، ما قال لكم كونوا بعضياتكم، كونوا غير ما تضروش بالبلاد والسميه تاع البلاد والصوره تاع البلاد. ومازال كنقول لكم السبان والمعيور وتقلع الجداره وهذا الخبث اللي كديروه مع بعضياتكم من جميع الجهات تضرون باسم المغرب والمغاربه. اذا ما تجيش تدافع لي وتقول لي انا كندافع على المغرب. انا كنقول لك بن عمي غتستمر في هذا المسلسل ما كتدافع بو على المغرب، كتخسر الصوره ديال المغرب وكتكره المغاربه في المغرب. انا شرحتها لكم بهدوء، بغيتوا تفهموها مزيان، بغيتوش تفهموها جميع المغاربه سيأخذون موقفا وغادي يبقاو يتفرجوا في اللايفات بطريقه اخرى. انا هذه الطريقه اخرى هي اللي بغيت نغرسها عند الاخوان والاخوات. واحد اللي مقابل المغاربه مع بعضياتهم، هذا السيد هذا كيضر المغرب والمغاربه، فدينا سالينا ما عندك ما تزمر لي. من الاخر واحد الام مغربيه كتدخل لايف معها ولدها ولا وليداتها كتعيط لراجلها فرحانه بالمغرب والمغاربه، غنطلعوا لللايف نسمعوا على المغرب، على التاريخ ديال المغرب، نسمعوا بان فلان كيرافع ضد فلان، فلان كيتنظ، فلان كيدير، فلان كيدير. كتطلع مسكينه كتفرج معها باها ولا ولدها، كتفرج وهي كتسمع دوك الكلام الفاحش والنبي ودير امك اختك زمرك داك 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 داك. اش باقي غتفرج مازال؟ ها انتم ضيعتوا 3 4 الناس ما بقاوش غيدخلوا هاد التيك توك. وما يحدث اليوم 10 الناس كيدار 100 مرات. هاد الشيء اللي بغيتو قولوها لنا صافي. من الاخر انا كنشرح لكم بالخشيبات، ما يحدث بهذه الطريقه هذه لا علاقه لها بالمغرب وصوره المغرب. ملي كيكون شي جزائري ولا جزائريه فاتح لايف وكيسب في الملك ولا الصوره ديال الملك ولا لاله سلمى ولا المغربيات، سيروا طلعوا. علاش ما تماش المغربيات؟ ما تماش المغربيات مع عائلتهم، ما تماش الولاد مع عائلتهم. سيروا اخويا سب وقشر كما بغيتي، ولكن باش تطلع عند خوك مغربي واللايف فيه 500 ولا 600 ولا 700 وفي عائلات كتفرج وفي ناس محترمه وتسمع داك الشيء، اسمع لي. اذا انت مقصود كضر هذا الشيء، مقصود داير هذا الشيء، فاختاروا. سعيد برنوس غيسد هذا الموضوع، غيسدو. سعيد برنوس غيسد هذا الموضوع، اختاروا. اما انا علاش دويت البارح؟ لان اللقاء ديالي مع الركان ملي دار داك التصويره انتشرت، فتحوا لايفات والروينه ومشكوك ضبابي غامض خائن مع الخونه. انا شرحت لكم ابن عمي بالخشيبات، شرحت لكم بالخشيبات. والميساج ديالي القروش ما تحاولوش تلعبوها زعما في اطار غتستقطبوا سعيد برنوس، غتستقطبوا النبق. سعيد برنوس وفي لافكاره ومواقفه. داك اللعبه الا كنتو باغيين تضربوهم سعيد برنوس خسئتوا. انا كنقول لكم من الاخر لان شي وحدين بغاو يشعلوها لي مع ياسير، داروا تصويرتي مع التصويره ديال ياسير غير معني بالفيديو ديالي البارح، انا اللايف ديالي البارح. انا ما جبتش ياسير. علاش غادي صورتي انا مع ياسير؟ شنو زعما باش ياسير يشوفها يقول يا برنوس ياسير كذا كذا؟ باش هذاك اللعبه ما ديروش مع سعيد برنوس. فهمنا؟ انت لم تشرح، كيفاش تشرح ولا تجمع نشرح؟
علاش غنشرح؟ علاش غنشرح لك ابن عمي؟ اش غنشرح لك؟ انا ما كنتعاملش مع الدراري الصغار كنقريهم اصاحبي. انا ما نتعاملش مع الدراري الصغار باش نقريهم. ما يفترض عندك 50 40 سنه 30 سنه. انا ملي كنتكلم لك بهذا كذا وحنا كنفوحوا باننا مغاربه وكنفهموها في السماء، حنا نضلوا نفوحوا باننا اذكياء، وفي التالي تبينوا لي انني خصنا الشخص اللي يشرح لنا. فيقوا معايا فيقوا معايا، شوف لي الربح والصوره نتاع بلادك ونتاع ليماج ديالك انت فين غاديه، واش في الزايد ولا في الناقص؟ الا كنت في الزايد كنت معاهم تما، كاين في النقص هرب خرج من تما، دير سالينا. هذا هو المعادله صغيره بسيطه جدا، معادله بسيطه. انت لاش راك هنا في التيك توك؟ هاد التيك توك هادو راش راك هنا بور ليماج دو ماروك. هاد ليماج دو ماروك واش راها فير لو بلوس ولا فير لو موان؟ الا كانت فير لو بلوس خليك، دعم، شارك، نجح. الا كانت فير لو موان خرج سير بحالك، بينا سالينا صافي. هذا هو المعيار الوحيد اللي غادي يخليك ما لست ملزما انك تكون لا مع القروش ولا مع الفروش ولا مع العروش ولا مع ابرنوس ولا مع شوف، ما تبغي حد ما تكره حد من الاخر. ياك ليماج ديال البلاد هي اللي كتهم. الا كانت ليماج ديال البلاد غاديه في الزائد، سير اخويا راك تما، نعول عليك زيد. كانت غاديه والناس كتنقص منها، خرج بحالك، ما يحسبوهاش عليك. السلام عليكم الاخوان. الوليد كيستنى والوالده كتستنى، فهمتي؟ وفي اخر المطاف رضا الوالدين مهمه جدا. ايوا باي باي، الله يعاونكم، تحياتي تحياتي.